الا شفتي هذا الفيديو هذا فنسي عليك شي حاجه سميتها الصحي او لا الريجيم، حيت الا كليتي المرسول الاول طلبي الثاني والثالث وهكذا تتخرجي فيها كلها. كيكات قدره قادر جيت نفكركم فيها، والطريقه سهله بسيطه. اذا كنتم مهتمين ورقه وستيلو او بارطاجيوها عندكم هكا باش تبقى عندكم مسجله. وتنتمنى منكم خوتي ما تنسونيش من لايكاتكم وتشجيعاتكم هكا باش تنتشجع انني نزيد مزيد من الوصفات. واول شيء تنديروا واحد نص كاس سنيده تنديوها في كاسر وتنخليوها حتى تولي كراميل كيما هكا. والعافيه من الاحسن تكون مهيله باش هكا ما يتخطفش معنا ويتحرق. وتنزلوه قبل ما يحمر شي شويه، لان من بعد ما تنزلوه تيزيد يحمر شي شويه. وتناخذوا المول ديالنا من بعد ما دهناه بشويه ديال الزيت وتنرشوه في القاع ديالو هكا كيما شفتوا. تنوزعوه مزيان باش يشد لينا كاع الجوانب، وحركوه بسرعه لان دغيا تيجمد. وهنا بالنسبه للكريمه تنحتاجو بودره الحليب واحد نص كاس، وتنحتاجو بودره الفلون بالنكهه الفاني واحد 2 العلاب، وتنحتاجو واحد معلقه نشا وواحد ياغورت طبيعي اولا بنكهه الفاني. وممكن تعوضوا الياغورت بكريمه الجبنه 100 غرام. وهنايا تنضيفوا 3 الكيسان الحليب، ودائما العبر بكاس العلبه. بالنسبه لهاد الكاس هذا تياخذ 150 مليلتر. تنخلطوا المكونات كلها على البارد هكا كيما شفتوا حتى ما يتبقى حتى حبيبه. وعاد تنديروا على النار اللي تكون في الاول مجهده شي شويه، عاد من بعد تنقصوا ليها وتنحركوا. ما تنهزوش يدينا البنات حتى تتكون معنا الكريمه. 3 دقائق تقريبا ما تنفوتوهاش. وتنحتاجوا هنايا واحد الصفايه اللي غادي نصفيو بها الخليط ديالنا هكا حطيات لا تكون شي حبيبه. وتنكبوه في المول ديالنا ونخليوه على الجانب هكا باش يشد في راسو. وهنا غادي ندوزو باش نوجدوا الكيك اللي غادي نحتاجوا ليه 2 بيضات اللي يكونوا بحراره المطبخ، ملعقه قهوه سريعه الذوبان، ملعقه صغيره فاني سائل، ولا ما عندكمش يمكن لكم تعوضوه هكا بصاشيه الفاني. وتنضيفوا الخليط ديالنا قبصه ملح، ومن بعد تنضيفوا السكر سنيده غير شويه بشويه وحنا تنطربوا ما يعادل تقريبا 70 غرام ونص كاس العنبه. اهم شيء نطربوا الخليط ديالنا حتى تيجينا بهذا القوام هذا شكل كريمي. وعاد تنضيفوا الزيت ونفس الكاس باش عبرنا سنيده نعبروا به الزيت نص كاس تقريبا. وتنضيفوا وتنطربوا وتنضيفوا الحليب حتى هو نص كاس. وغادي نحتاجوا لهذا الخليط هذا كاس دقيق ابيض نوعيه ممتازه، ودائما العبر بنفس الكاس باش عبرنا الزيت وسنيده. وتنضيفوا ليهم ملعقه كبيره مبومبيه بودره الكاكاو، من الاحسن تكون نوعيه ممتازه. تنطربوا الخليط ديالنا غير شويه بشويه هكا كيما شفتوا باش ما تنخرجوش الفقاعات اللي كنا طلعنا ديال البيض وسنيده. وهنا تنضيفوا معلقه صغيره خميره الحلويات من فئه 4 غرام تقريبا. واهم شيء تنغربلو كلشي هكا في الغربال باش هكا ما تنتصادفوش مع شي حبيبه في الخليط. وفي الاخر تنضيفوا ملعقه صغيره خل ابيض اولا عصير حامض. الخل اولا الحامض ما تنضيفوه حتى المرحله الاخيره، وتنحركوا غير 2 تحريكات اولا 3 وتنحبسوا باش هكا ما تنخرجوش الفقاعات الهوائيه. وهنايا من بعد الفلون ديالنا ما جمد تناخذوا الخليط ديال الكيك وتنكبوه فوق منه. ونسيت ما قلت لكم بان الخل ضروري تنديرو في المرحله الاخيره باش تتفاعل لينا مع الخميره وتيولي لنا الكيك قطني اسفنجي. وتنحتاجوا واحد اللاطه اللي تنديرو فيه الكيك ديالنا وتنديرو فيه ماء غليان، هي باش ندخلوها به الفران. وتنشعلوا ليها من التحت 180 درجه ونخليوها طيب على خاطرها ساعه الا ربع تقريبا توجد معكم. منين تطيب من التحت تنشعلوا ليها هكا غير واحد 5 دقائق من الفوق حتى تاخذ لون ذهبي هكا خفيف ونخرجوها. من بعد ما تنخرجوها تنخليوها حتى تبرد واحد شويه واحد 5 ساعات اولا تخليوها نهار كامل. ومن بعد فاش تبغيو تحطوها اولا تقدموها في طبق التقديم فديروها في ماء هكا غليان باش هكا تيذوب داك السكر او بالاحرى الكراميل وتتزول معكم تتنصل دغيا من المول. وكون على يقين قد ما خليتوها ترتاح مزيان قد ما تتنصل لكم وتتجي مزيانه لا في الشكل ولا في المذاق. وها هي كيكات قدره قادر هكا تتجي فنه بنينه لذيذه يا سلام. غير راني شفتها منسيه وقلت نفكركم فيها.